السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو كيفكن يا شباب؟ اليوم نحكي عن ليش ريال مدريد بهالفترة متراجع لعب ريال مدريد. أول شي بعض الإصابات التي حلت بالفريق، منها كارفاخال عنصر مهم كتير بالنسبة للريال. فينا نشوف يعني عن طريق المباريات كيف الجهة اليمنى من فريق ريال مدريد بتكون في أقصى ضعفها، أي من جهة فاسكيز. حاليا الفاسكيز هو لاعب كبير بالسن ولا يستطيع مجاراة اللاعبين الشباب، فبالتالي تكون جهة ضعيفة. الشيء الثاني هو المدافعين، أي مدافعين بالنص، هدول كمان عندنا مشكلة. ميليتاو مشكلة كبيرة بالنسبة للفريق بعد الإصابة التي غاب عنها سنة كاملة، أثر على أدائه كثيرا ولا يستطيع أن يعود إلى مستواه القبل. فبالتالي عندنا ضعف بالنسبة لجهة اليمين، باك يمين، بعدين مدافع، وبعدين جهة اليسار جهة مندي كمان ما في مساعدة بالهجوم، أي هو بس بيدافع، ما بيعمل شي، بس إنه ما عم يساعد الهجوم. كمان هو رقم 6 بعد ما كروز ترك الفريق. كان كروز هو المحرك الفريق، كان هو صلة التواصل بين الدفاع والهجوم، فبالتالي عندنا ثغرة بهذه المنطقة. أي بالتالي كامافينجا وتشوميني ما عم يستطيعوا أنه يغطوا على هذه المنطقة، لهالسبب عندنا ضعف بالفريق. وكذلك عود مجيء مبابي لسه ما تأقلم مع الفريق، لأنه صار له فترة قصيرة بالفريق. مشان هيك إنه لسه الريال في فترة بناء من جديد بعد مجيء لاعبين جدد، بعد ذهاب لاعبين مهمين بالنسبة للفريق. مودريتش اللي هو كمان صار كبير بالعمر ما عم يفيد الفريق. كل هالعوامل وذهاب اللاعبين المهمين لهذا الأسباب فعنا مشكلة عند ريال مدريد. وعندنا المدرب كمان عنده مشكلة، إنه ما عم يوظف اللاعبين الشباب، إنه ما عم يشوف إنه عم يعتمد على لاعبين شباب مثل كولير، مثل أندريك، مثل إبراهيم دياز. ما عم نشوف عم يشاركون، عم يعطوهم الوقت الكافي لحتى يظهر مظهر لعبهم. بالتالي إن شاء الله مع الوقت شوي مع اعتماد على اللاعبين الشباب يرجع الفريق لسكة الانتصارات، وراح نشوف ريال مدريد القديم. بس حبيت أشارككم هالفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.